قبل لا تشتري دوشك لاتكس تابع هذا الفيديو للنهاية. هذا دوشك كيزان المصنوع من اللاتكس الطبيعي بنسبة 100% لبان شجرة المطاط، وهذا دوشك لاتكس لكن مصنوع من المطاط الصناعي. من خلال هذا الفيديو راح نوضح لكم شنو الفرق بين الأصل الطبيعي وبين الصناعي المزيف. لاحظوا الفرق بين قوة ارتداد المطاط الصناعي وقوة ارتداد المطاط الطبيعي. من خلال تجربة البيضة ما راح تعرفون الفرق بين المطاط الطبيعي والمطاط الصناعي، لأنه من نشمرها على المطاط الطبيعي ما تنكسر، ومن نشمرها على المطاط الصناعي ما تنكسر. هاي التجربة راح تكون الأوضح لمتابعينا المحترمين حتى نشوفكم الفرق بين قوة ارتداد المطاط الصناعي وقوة ارتداد المطاط الطبيعي اللي هو دوشك كيزان. هذا دوشك مصنوع من المطاط الصناعي، يعني قوة ارتداده ضعيفة جدا، بينما هذا دوشك كيزان المصنوع من اللاتكس الطبيعي. شوفوا ايش كاتبين على الدوشك المزيف، كاتبين عليه ناتشورال لاتكس اللي هي معناها لاتكس طبيعي، ويسوون تجربة البيضة وتجربة الارتداد حتى يوهمون الناس انه هو هذا دوشك طبيعي اصلي، ويبيعوه باسعار 750,000 و450 و500 والى اخره. الشيء اللي راح تنصدموا به اكثر من كل هاي التجارب اللي سويناها والفروقات اللي وضحناها، انه هذا الدوشك ما راح تشتريه بسعر 750,000 و500,000، بعد فترة 6 اشهر الى 9 اشهر راح يبدي يتاكل، راح يبدي ينزل بعد استعمال هذا الدوشك المزيف لمدة 6 اشهر. شوفوا الخسفات اللي صارت به. بينما دوشك كيزان المصنوع من اللاتكس الطبيعي لبان شجرة المطاط يبقى محافظ على شكله وعلى مرونته لمدة 20 سنة. عملية التزييف والتقليد والغش تمت بحرفية عالية بنسبة 90%، حتى ما تعرفون الفرق بين اللاتكس الصناعي المزيف وبين اللاتكس الطبيعي، لكن الحمد لله من خلال فيديوهاتنا نوضح لكم الفرق. من تشترون منتج ثمين سعره غالي حاولوا دائما تشترون من مكان موثوق. كيزان هي علامة تجارية مسجلة وشركة رسمية مسجلة. بالنسبة للدواشق اللي مصنوعة من اللاتكس الطبيعي تجي وياها شهادة OEKO تكس ستاندرد 100 الخاصة بنقاوة وجودة المنتج. هذا الدوشق المزيف راح يبقى داخل المعرض بأي وقت تشرفونه حتى تشوفون فرق بنفسكم وبعينكم وعلى الطبيعة بين الدوشق الأصلي وبين الدوشق المزيف. مع كيزان فقراتك وعظامك وحتى فلوسك في أمان.